حاصر رجال الشرطة أوستن وطلبوا منه التوقف، إلا أنه نظر إليهم وأصدر صوت عويل. فقاموا بضربه وركله، لكن دون فائدة، فمهما تعرض للضرب وأبعد عن الجثة كان يعود مجددا لاستكمال أكلها. قاموا بصعقه، ولم يكن لهذا أي تأثير أيضا، لقد كان يقوم بأكل الجثة وكأنه لا يتعرض للصعق. وعندها قام أحد رجال الشرطة بإحضار كلب للهجوم على أوستن، وحتى بعد أن عضه الكلب وبدأ بالنباح عليه لم يتوقف عن أكل الجثة. مرت عدة دقائق وفشل كل شيء، فسحبوا سلاحهم طالبين منه أن يتوقف عن ذلك وإلا سيقتلونه. فنظر إليهم أوستن